مين هم بقى المشركين؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. انا فرحان بالصوفيه وده فرحان بالسلفيه وده فرحان بالسنيه. طب ما هو بس احنا بنتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام عشان بس اللي بيسمع. شوف سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ليست السواك ولا تربيه اللحيه. اي سنه بقى ولا لا. السنة شيء والاتباع شيء والتقليد شيء. التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود، انما اللي عايز يتبع النبي عليه الصلاة والسلام يشوف المنهج. يعني ايه الجملة الأخيرة بس دي؟ يعني على سبيل المثال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ قال كده ولا ما قالش؟ قال. أنا بقول إنه قال، لكن هل مطلوب مني إن السواك اللي هو السواك اللي بالي بالكوا ده اللي بيجيبوا لي من السعودية وبرميه؟ ولا يقصد الرسول عليه السلام حفظ صحة الأسنان؟ حفظ. يبقى إذا ده الفرق بين الاتباع والتقليد. اللي بيقلد بيجيب السواك ويقول لك أصل السواك في دكتور في ألمانيا على ناصية شارع برلين قال إنه حلو وجميل وظريف، وفي مش عارف مين واكتشفوا فيه مش عارف 7 فوائد. كلام كله خرف. قصدك الهدف والرسالة وليس الوسيلة فقط. طبعا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول الذين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الذين يستمعون القول يتبعون احسنه. مش بيتبعوا احسن الناس، لا بيتبعوا احسن القول. فالنهارده بيقول لك انه السواك ده كويس. كويس. جه واحد تاني دكتور متخصص في السنان وعارف يعني ايه ماده فلورين وعارف يعني ايه ماده المينا تتحفظ ازاي والفرشه الهارد والفرشه السوفت ومش عارف ايه، قال لك لا، معجون كذا هو ده افضل، وفرشه الاسنان سواء كانت كهربائيه او يدويه افضل ليك من السواك. تسمع كلام الدكتور ولا يعني النهارده؟ طيب هل هناك بقى الفكره اللي اتكلم عنها الشيخ محمد الغزالي اللي عنعنا في الحديث، هل احنا اسرى احاديث محشوره واسرائيليات في التراث؟ زي مثلا بعض شكك في كثير من احاديث ابو هريره لما حتى عمر بن الخطاب طرده وقال له والله لو سمعتك تتحدثن عن رسول الله لاضربن عنقك. شوف، لا شك انه كثير من الاحاديث محتاجه جهد الازهر والازهريين، وانا بقول انه هؤلاء الناس هيتحاسبوا حساب عسير. جبت امثله زي تارك الصلاه يشوى ويؤكل وفي موجوده حتى الان في مناهج. وقدمنا دعوه لوزير الاوقاف بتطهيرها ولم يحدث.